السلام عليكم. لو انت دخلت الجيم فانت اكيد هتسمع عن مكمل اسمه الواي بروتين. عايز اقول لك ان انت هتسمع عنه حكاوي كتير جدا، قصص واساطير، طبعا منها اللي صح ومنها اللي غلط. في اسئله كتير هتدور في بالك بعد ما تسمع كلام الناس. هل فعلا الشركات بتفرق؟ هل اصلا المكمل يستحق الشراء ولا هرمي فلوسي على الارض؟ طب هل في فرق في الامتصاص بين انواع البروتين الايزوليت والكونسنتريت والهيدرولايزد؟ اسئله كتير جدا بتيجي في دماغ اي حد عايز يجيب الواي بروتين، وانا في الفيديو ده هقول لك الخلاصه ومن غير رغي كتير. يلا بينا. في البدايه خلينا اجاوبك على سؤال، هو ايه اصلا الواي بروتين؟ في شركات الالبان لما بييجوا يصنعوا الجبنه بينزل سائل خفيف اسمه الواي بروتين او شرش اللبن. شرش اللبن بيتعمل له عملية تجفيف ويتحول لبودر اللي هو البروتين. ايه ده؟ يعني البروتين ده مش حاجة كيميائية؟ لا خالص، البروتين ده مستخلص من اللبن وحاجة طبيعية 100%، وعبارة عن بروتين مكثف جدا، واللي بدوره هيعوض جسمك عن البروتين اللي ناقص عن احتياجه. يعني بشيك واحد بس تقدر ترفع من بروتينك 25 جرام تقريبا. طب انا ازاي يا كوتش اصلا اعرف اذا كنت محتاج واي بروتين ولا لا؟ اولا الواي بروتين هتحتاجه لو انت مش قادر توفي احتياج جسمك من البروتين. طب ايه اصلا هو احتياج جسمك من البروتين؟ هتضرب وزن جسمك في 1.6، يعني لو انت وزنك 70 كيلو تقريبا هيكون حوالي 110 جرام بروتين، حاجه في الرينج ده. فبدل ما تقعد تحارب عشان توصل للنسبه دي، انت ممكن تاخد سكوبين يقطعوا عليك نص المشوار ده. وخلينا اعرفك ان الواي بروتين او البروتين بشكل عام هو الحديد المسلح اللي بيبني العضلات، من غيره مفيش عضلات هتطلع بالشكل اللي انت عايزه. يعني بمعنى اصح لو مش بتدخل بروتين كافي فاعرف ان تمرينك كله رايح هدر. الحالة التانية اللي ممكن تخليك تحتاج الواي بروتين ان انت بعد التمرين مش هتاكل او مش هتلحق تاكل، مثلا لو بتتمرن متأخر، فبدل ما تنام بدون اكل مثلا ممكن تاخد سكوب بروتين يوصل لعضلاتك ويساعدك تعمل بناء عضلي بدل ما التمرينة تروح عليك على الفاضي. الحالة الثالثة اللي ممكن تحتاج فيها الواي بروتين لو انت مشغول جدا، وقتك محكوم قوي، على طول بره البيت، ما بتاكلش في البيت كتير، ومحتاج برضه في نفس الوقت ان انت توفي احتياج جسمك من البروتين، فهنا اعتقد لا غنى عن الواي بروتين معاك. اما بقى لو انت بتاكل نسبة كويسة او كمية ممتازة من اللحوم على مدار اليوم، فانا ما انصحكش تجيب الواي بروتين لانه هيكون رمي فلوس على الارض. بس لازم تحسب انت بتدخل قد ايه وجسمك محتاج قد ايه عشان تعرف اذا كنت فعلا بتوفر النسبه اللي جسمك محتاجها ولا لا. الجزء الثالث من الفيديو، انواع الواي بروتين. الواي بروتين فيه 3 انواع اساسيين وهم الكونسنتريت والايزوليت والهيدرولايزد. طب ايه احسنهم وين يكسب؟ تعال اقول لك كل نوع بيعمل ايه. اول حاجه الواي بروتين كونسنتريت نسبه العزل فيه بتكون قليله، بعد ما شرش اللبن بيتحول لواي بروتين بيخش لكذا عمليه فلتره. اقل عمليه فلتره فيهم بتطلع لنا الواي بروتين كونسنتريت، بيبقى بروتين وعليه كميه كارب صغيره جدا وكميه دهون وبرده لاكتوز. الكونسنتريت كويس مش وحش، ولكن ما ينفعش لكل الناس. لو انت عندك حساسيه لاكتوز، منتجات الالبان بتتعب معدتك، يبقى بلاش منه. لو انت عامل عمليه تكميم برضو مش ده النوع المفضل ليك. ندخل بقى على الواي بروتين ايزوليت، وده عباره عن المرحله الثانيه من فلتره شرش اللبن او الواي بروتين. ده معزول اكتر من الكونسنتريت، ما فيهوش لاكتوز تقريبا زيرو فات وزيرو كربوهيدرات. ده ينفع لك طبعا لو انت في مرحله الكاتنج بتنشف يعني، او لو انت عامل عمليه تكميم ومعدتك بتتعبك من ابسط الامور. يعني لو انت منتجات الالبان بتتعبك فده المنتج المناسب ليك، طبعا سعره اغلى من الكونسنتريت. نيجي بقى للهيدرولايزد، وده النوع الاغلى والاكثر فلتره فيهم، وكمان ايه، البروتين جواه متكسر ومهضوم عشان امتصاصه يبتدي مجرد ما انت تشرب الجرعه. طب هل ده هينعكس على عضلاتي بالايجاب؟ بصراحه لا، هي مجرد ميزه رفاهيه شويه، لكن مش هيفيدك على مستوى بناء العضلات. وطبعا زي ما قلت ده اغلى بكتير من الواي بروتين ايزوليت والواي بروتين كونسنتريت. خلينا اديلك خلاصه الفيديو. الواي بروتين هيكون مفيد لو انت مش بتقدر توفي احتياج جسمك من البروتين اليومي. الواي بروتين الكونسنتريت هيكون كويس جدا ليك لو انت مش عندك حساسيه لاكتوز او مش عامل تكميم.
لانه ارخص واوفر وهيدي لك نفس كميه البروتين تقريبا. الواي بروتين ايزوليت هو الاختيار الانسب لو انت عندك حساسيه لاكتوز او انت عامل عمليه تكميم. الواي بروتين الهيدرولايزد عباره عن رفاهيه وما يفرقش كتير عن واي بروتين ايزوليت او الكونسنتريت، هو بس مجرد في ميزه بتخليه غالي جدا. الواي بروتين حاجه مستخلصه من الطبيعه وملهاش اي اضرار حتى لو زودت منه. الواي بروتين استخدامه الامثل بيكون بعد التمرين، ولكن ينفع تستخدمه في اي وقت، وانا عن نفسي بفضل استخدمه اول ما بصحى من النوم لان جسمك بيكون متعطش للبروتين، وبرضه بستخدمه بعد التمرين. وبس كده، دي كل الاسئله اللي جت في دماغي عن الواي بروتين. لو انت دماغك فيها سؤال تاني اكتبه لي وان شاء الله اجاوبك عليه. اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.